السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أبطال؟ عاملين إيه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير، انتوا كل اللي بتحبوهم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حصة صغيرة كده هنحل فيها مع بعض أسئلة كتاب الامتحان على الدرس الأول اللي احنا خلصناه المحاضرة اللي فاتت. طبعا مش محتاج أقول لك إنك لو ما كنتش شفت المحاضرة اللي فاتت لازم تروح تتفرج عليها الأول، وبعد كده تيجي هنا عشان نحل مع بعض أسئلة كتاب الامتحان مع بعض. بس قبل ما نبدأ الحصة عايز أوريك اختراع كده، حاجة كده موجودة وشغالة دلوقتي على المنصة وأنا وأنت بنتكلم. هي راديو الاي اي الحبيب، بودكاست معمول بالذكاء الاصطناعي بيلخص المحاضره اللي فاتت علشان حضرتك لو مكسل تروح تذاكر المحاضره تاني من الاول ممكن تسمع البودكاست الصغير ده اللي هيوفر لك حصه ساعه او هيلخص لك حصه ساعه كامله في وقت قليل، ممكن يبقى ربع ساعه تقريبا. ممكن تسمع البودكاست ده، ولو مش عايز تسمعه ممكن تعمل سكيب، تلاقي اصلا الفيديو متقسم اجزاء كده، حتت كده، ممكن تروح على طول للجزئيه بتاعت حل كتاب الامتحان. بعد ما هتسمع البودكاست هنروح نحل اسئله كتاب الامتحان، واسئله كتاب الامتحان احنا بنفصصها، يعني بنروح نحل كل سؤال نقول الاجابه الف غلط ليه، وباء غلط ليه، وجيم صح ليه، ودال غلط ليه. يعني لازم تبقى اجابه واحده بس اللي صح، فلازم نبقى فاهمين ازاي بنحلل السؤال وازاي نوصل للاجابه الصح. مش مهم انك تجاوب صح، اهم حاجه تبقى عارف انت جاوبت صح ليه. الخلاصه ندخل نتفرج على البودكاست وبعدها نروح نحل اسئله كتاب الامتحان. يلا بينا. أهلا بكم في استكشاف جديد لمجموعة المصادر اللي معانا النهاردة. خلونا نبدأ كأننا بنسافر بسرعة عبر الزمن. رحلة شيقة أكيد. تخيل معايا شرارة النار الأولى في عصور ما قبل التاريخ، وبعدين نقف قدام الأهرامات بعظمتها ونفكر في كوبرنيكوس وهو بيقول الشمس هي المركز وقوانين نيوتن للجاذبية، اكتشافات غيرت الدنيا. واكتشاف البنسلين اللي جه صدفة، لحد ما نوصل للشبكة الرقمية اللي بتربطنا كلنا دلوقتي. وكل ده وراه إيه؟ وراه دافع واحد أساسي: حب المعرفة وتطور العلم. بالظبط. والسعي ده دلوقتي بقى متشابك أكتر، ما بقناش نشوف العلوم كأنها جزر منعزلة. تقصدي إيه؟ الاتجاه دلوقتي هو اللي بنسميه العلوم المتكاملة. علوم متكاملة؟ أيوة، بدل ما ندرس فيزياء لوحدها وكيمياء لوحدها وأحياء لوحدها، لأ، بناخد موضوع واحد زي المية مثلا اللي هنتكلم عنها النهاردة، تمام. ونبص عليها من كل الزوايا دي مع بعض، بالكيمياء، بالفيزياء، بالأحياء، عشان نفهمها بجد بشكل أعمق وأشمل. وهي دي بقى مهمتنا في النقاش ده. هنغوص شوية في مفاهيم البيئة والأنظمة البيئية، ودور المية الحيوية على كوكبنا. وهنشوف إزاي فروع العلم دي بتتجمع وتتكامل عشان نفهم الأنظمة دي، وطبعاً بناءً على المصادر اللي معانا. وهنركز بشكل خاص على النظام البيئي المائي والغلاف الجوي كأمثلة للتكامل ده. ممتاز. طيب، نبدأ بإيه؟ خلينا نفك الأول مفهومين مهمين: البيئة والنظام البيئي. نبدأ بالبيئة أو الانفايرومنت. أصل الكلمة دي زي ما المصادر بتقول فرنسي قديم environ، معناها الحاجة اللي بتحيط بينا. يعني ببساطة كل حاجة حوالينا. بالظبط، كل اللي بيحيط بالكائن الحي ويأثر فيه، وده بقى فيه مكونات حية ومكونات غير حية. المكونات الحية واضحة، زي البشر، الحيوانات، النباتات، والكائنات الدقيقة كمان، صح؟ زي البكتيريا والأميبا. تمام. طب والمكونات غير الحية دي عبارة عن إيه؟ دي بقى بتتقسم لحاجتين: فيزيائية وكيميائية. فيزيائية زي إيه؟ زي الضوء، المية، الهواء، التربة، الحرارة، الرياح، العوامل الطبيعية يعني. والكيميائية؟ دي المواد الكيميائية نفسها اللي في الوسط، زي الأملاح اللي في التربة أو اللي دايبة في مية البحر، درجة الحموضة، الأكسجين اللي دايب، كل دي عوامل كيميائية. طيب، أهم نقطة هنا والمصادر بتركز عليها إن المكونات دي مش مجرد قائمة جنب بعضها وخلاص. لا طبعاً، هي في حالة تفاعل مستمر، بتأثر في بعض وبتتأثر ببعض طول الوقت. ممكن مثال عشان نوضح فكرة التفاعل دي؟ أكيد، أبسط مثال هو التنفس. الكائن الحي ده مكون حي بياخد أكسجين من الهواء، وده مكون غير حي وبيطلع ثاني أكسيد الكربون في الهواء برضو. ده تفاعل مباشر أهو. ومثال تاني، التحلل. لما كائن حي بيموت بتيجي كائنات دقيقة ودي مكونات حية تانية تحلل جسمه. تمام. فالعناصر اللي في جسمه زي النيتروجين والفوسفور دي مكونات كيميائية غير حية
بترجع تاني للتربة اللي هي مكون غير حي. وبعدين يجي نبات يمتصها من التربة. بالظبط، فالنبات المكون الحي ياخدها من التربة المكون غير الحي. هي شبكة علاقات واعتماد متبادل معقدة جدا. تمام أوي. كده البيئة وضحت. طيب لو البيئة هي كل المحيط المتفاعل ده، إيه بقى هو النظام البيئي أو الإيكو سيستم؟ إيه الفرق؟ النظام البيئي ده ممكن نعتبره نسخة مصغرة ومحددة من البيئة. هو مساحة معينة في الطبيعة. مساحة معينة؟ زي إيه؟ ممكن تكون غابة، صحراء، بحر، واحة، حتى لو بركة مية صغيرة. أي مساحة محددة يعني؟ أيوة، بكل اللي فيها بقى مكوناتها الحية وغير الحية اللي بتتفاعل مع بعض جوه المساحة دي. التركيز هنا بيكون على التفاعلات اللي بتحصل في المكان المحدد ده. والهدف من التفاعلات دي جوه النظام البيئي بيكون إيه؟ الهدف الأساسي هو البقاء، الاستمرارية والتكيف. التكيف مع الظروف. بالظبط، الكائنات بتتفاعل مع بعضها ومع البيئة غير الحية اللي حواليها، المية، الهواء، التربة، عشان تاكل وتشرب وتتكاثر، وفي الآخر عشان تقدر تتكيف مع أي تغيرات بتحصل وتضمن بقاء نوعها. كله مرتبط ببعضه عشان يحصل توازن. وفهمنا هيكون مركز أكتر على مثال للنظام البيئي المائي زي ما ذكرنا. إن شاء الله. ممتاز. طيب عشان نفهم الأنظمة دي كويس وخصوصاً المائية، شكله كده لازم نبص على الصورة الأكبر للكوكب نفسه. المصادر بتقول إن في 4 أغلفة رئيسية. صحيح، الأرض عبارة عن كذا طبقة أو غلاف، وكلها بتتداخل وبتتفاعل مع بعض. مهم نفهم الأغلفة ال4 دي عشان نعرف كوكبنا بيشتغل إزاي كنظام واحد. إيه هم الأغلفة دي؟ عندنا الغلاف الجوي أتموسفير، والغلاف المائي هيدروسفير، والغلاف الصخري ليثوسفير، والغلاف الحيوي بايوسفير. خلينا نمسكهم واحد واحد. الغلاف الجوي الأتموسفير ده الهواء اللي بنتنفسه صح؟ أينه، ده طبقة الغازات اللي حوالين الأرض، معظمها نيتروجين وأكسجين وشوية غازات تانية. تمام. وفي نقطة مهمة قوي هنا والمصادر بتأكد عليها: بخار المية، يعني المية في حالتها الغازية، ده جزء من الغلاف الجوي. دي ملحوظة مهمة فعلا. بخار المية تبع الهواء. طيب نروح للغلاف المائي الهيدروسفير. ده إيه بقى بالظبط؟ المصادر شكلها دقيقة قوي في تعريفه. فعلا، الغلاف المائي ده بيشمل بس المية في حالتها السائلة. السيلة بس؟ أيوة، سواء على سطح الأرض أو تحتها، يعني المحيطات والبحار المالحة، الأنهار والبحيرات العذبة، والمياه الجوفية كمان. هي دي المية السائلة اللي بتغطي حوالي 70 ل 72% من سطح كوكبنا، واللي بتميزنا عن باقي الكواكب. طيب استني، والتلج الكتير قوي اللي في القطبين وعلى قمم الجبال ده مش مية برضو؟ مش المفروض يبقى تبع الغلاف المائي؟ هو طبعاً مية كتركيب كيميائي H2O، بس حالته صلبة مش سائلة. التعريف اللي في المصادر للغلاف المائي هيدروسفير بيقتصر على المية السائلة. أمال التلج ده بيروح فين في التصنيف؟ المية المتجمدة دي زي الغطاء الجليدي والأنهار الجليدية، ساعات بيحطوها تحت مسمى الغلاف الجليدي أو الكرايوسفير. غلاف خامس يعني؟ ممكن يتشاف كده، أو كجزء بيتفاعل مع الأغلفة التانية، لكن المهم إنه مش جزء من الغلاف المائي بالمفهوم المحدد هنا في المصادر. تمام، ده توضيح مهم جدا للتمييز ده. طيب الغلاف الثالث الصخري ليثوسفير، ده بقى الجزء الناشف الصلب من الأرض، القشرة الأرضية والصخور والمعادن والتربة اللي تحتها، والموارد الطبيعية زي البترول والمعادن. أيوة، كل ده تبع الغلاف الصخري. وطبعاً ممكن نلاقي مياه جوفية جوه الصخور دي، بس المية السائلة نفسها بتتحسب تبع الغلاف المائي، إنما الصخر اللي شايلها ده تبع الغلاف الصخري. مفهوم. وآخر غلاف الحيوي بايوسفير، ده اسمه بيشرح نفسه تقريبا. بالظبط، ده ببساطة مملكة الحياة، كل الكائنات الحية على الأرض، من أصغر بكتيريا لأكبر حوت. في كل حتة؟ أيوة، من قاع المحيطات لأعلى الجبال، وده أكتر غلاف ديناميكي وبيتفاعل مع ال3 أغلفة التانيين. يبقى كده عندنا 4 أغلفة رئيسية بتتفاعل: الجوي غازات وبخار مية، المائي مية سايلة بس، الصخري اليابس وموارده، والحيوي كل الكائنات الحية. والمية بحالاتها المختلفة دي وجودها تقريباً في كل الأغلفة، شكلها هي حلقة الوصل الأساسية بينهم. فعلا.
طيب خلينا نتعمق أكتر في قصة المية على الأرض والدورة بتاعتها. إحنا قلنا إن المية بتغطي معظم سطح الأرض حوالي 70% أو أكتر، بس مش كل المية دي زي بعضها. إزاي؟ حوالي 97% من كل المية اللي على الكوكب دي مية مالحة. في المحيطات والبحار. يا خبر، 97% مالحة، يبقى ما بقاش غير 3% بس مية مش مالحة. بالظبط. ودي بقى ال3% القليلة دي توزيعها كمان مفاجئ. إزاي يعني؟ حوالي 2% من إجمالي مية الأرض، يعني تلتين ال3% دول عبارة عن تلج. تلج؟ أيوة، محبوسين في شكل جليد في القطبين والأنهار الجليدية، اللي هو الغلاف الجليدي اللي كنا بنتكلم عنه. يعني اللي باقي مية عذبة سايلة نقدر نستخدمها كام؟ حوالي 1% بس. 1% بس؟ أيوة، 1% من إجمالي مية الأرض كلها هي اللي مية عذبة سايلة ومتاحة لينا في الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية. الرقم ده صادم بصراحة، بيحط فكرة ندرة المياه العذبة في حجمها الحقيقي. ده مورد قليل جدا. تماماً، وده بيخلينا نفهم أهمية دورة المية في الطبيعة. الدورة دي هي طريقة الكوكب إنه يحافظ على المورد الغالي ده ويعيد تدويره. نظام مقفول تقريبا. يعتبر نظام شبه مغلق وديناميكي جداً. المية بتتحرك باستمرار بين الأغلفة المختلفة. إزاي؟ يعني تطلع من المحيطات غلاف مائي، للجو غلاف جوي، وبعدين تنزل على الأرض غلاف صخري وحيوي، وترجع تاني للمحيطات أو تتسرب لتحت الأرض. وفي الرحلة دي حالتها بتتغير؟ طول الوقت، من صلب لسائل لغاز والعكس. طيب إيه اللي بيحرك الدورة دي؟ المصادر بتقول في عمليات فيزيائية وبيولوجية. العمليات الفيزيائية هي الأشهر يمكن، بتبدأ غالباً بالتبخر evaporation. بفعل الشمس؟ أيوة، الشمس بتسخر المية اللي على السطح، سواء في بحر أو بحيرة أو حتى تربة رطبة، من الغلاف المائي والصخري، وتحولها لبخار مية يطلع للغلاف الجوي. وبعدين؟ البخار ده لما بيطلع فوق بيبرد، فيحصل له تكثف condensation، يرجع تاني يبقى نقط مية صغيرة قوي أو بلورات تلج صغيرة جداً. ودي اللي بتعمل السحب. بالظبط، تتجمع وتعمل السحب. وبعدين المية ترجع تاني للأرض بالهطول precipitation. مظبوط، لما النقط أو البلورات دي تتقل في السحب، الجاذبية بتشدها لتحت، فتنزل بقى مطر أو تلج أو برد. والمية دي بتروح فين بعد ما تنزل؟ جزء منها بيجري على وش الأرض، ده اسمه جريان سطحي، ويرجع للأنهار والبحيرات والمحيطات غلاف مائي. وجزء تاني بيتسرب infiltration لتحت، بيتسرب إزاي؟ بيعدي من التربة وينزل لتحت في الصخور اللي فيها مسام، زي الحجر الرملي مثلا طبع الغلاف الصخري، ويكون المياه الجوفية اللي هي جزء من الغلاف المائي برضه. تمام، دي العمليات الفيزيائية. طيب فين دور الكائنات الحية الغلاف الحيوي في القصة دي؟ المصادر ذكرت النتح والإخراج. دور الكائنات الحية أساسي، مش حاجة جانبية. ناخد مثلا النتح transpiration في النباتات. النتح؟ إيه هو ده؟ دي عملية النبات بيتخلص فيها من المية الزيادة اللي عنده، بتطلع في شكل بخار مية بيطلعها منين؟ من فتحات صغيرة قوي على الورق بتاعه، اسمها الثغور. ثغور؟ غريبة، هو النبات مش بيتعب عشان يمتص المية من الأرض؟ ليه يرجع يفقدها تاني؟ هو فعلا بيمتص المية عشان محتاجها في عملية البناء الضوئي، عشان يعمل غذائه، وعشان يمتص الأملاح من التربة. أيوة. بس هو بيمتص كمية أكبر بكتير من اللي محتاجها للعمليات دي. فالنتح ده، يعني فقدان المية من الورق، ليه فايدتين مهمين جدا. إيه هما؟ أولاً، بيساعد يبرد النبات زي العرق عندنا كده. ثانياً، ودي النقطة الأهم لدورة المية، إنه بيخلق قوة سحب مستمرة لفوق. قوة سحب؟ مش فاهم. عارف لما تشرب عصير بشاليمو، أنت بتشفط الهواء من فوق فالعصير بيطلع. النتح شبه كده، لما بخار المية بيطلع من الورق ده بيعمل زي شد أو قوة سحب جوه الأنابيب الرفيعة اللي في النبات، اللي اسمها أوعية الخشب زايلم. وبعدين؟ القوة دي بتفضل تسحب المية ومعاها الأملاح اللي دايبة فيها من أول الجدر تحت وتطلعها في الساق لحد ما توصل للورق فوق. ده اللي بيخلي المية تتحرك جوه النبات على طول. ياه،
يعني النتح ده مش بس فقد مية، ده هو الموتور اللي بيخلي النبات يفضل يسحب مية من التربة لفوق. بالظبط كده. وده بيربط بشكل مباشر بين الغلاف الحيوي النبات والغلاف الصخري التربة اللي فيها المية، والغلاف المائي المية نفسها، والغلاف الجوي بخار المية اللي طالع. شفت التكامل بقى؟ هنا الأحياء بتشرح لك وظيفة الثغور والخشب، والفيزياء بتشرح قوى السحب والتبخر. مثال رائع فعلاً. مدهش. وحتى نباتات الصحراء زي الصبار اللي احنا عارفين إن أوراقه بقت شوك عشان تقلل فقد المية، برضو بتعمل نتح، بس من خلال السيقان الخضراء بتاعتها عشان تحافظ على السريان ده، بس طبعاً بكمية أقل بكتير. تكيف عبقري. طيب، ده يودينا للعملية البيولوجية التانية، الإخراج excretion. دي إزاي بتدخل في دورات الكوكب؟ الإخراج ده عملية أساسية عند كل الكائنات الحية، حيوانات ونباتات. بنتخلص فيها من الفضلات اللي بتنتج عن النشاط الحيوي جوه خلايانا، اللي بنسميه الأيض أو التمثيل الغذائي، ميتابولايزم. اللي هو الهدم والبناء جوه الجسم. أيوة، الجسم بيكسر مواد عشان ياخد طاقة ويبني مواد تانية محتاجها. العمليات دي بتنتج مخلفات. والمخلفات دي لازم نتخلص منها؟ أكيد، لأنها لو اتراكمت بتبقى سامة. طيب إيه أنواع الفضلات دي وإزاي بترجع للبيئة؟ أهم فضلات لو بصينا من زاوية دورة المية والمواد هي ثاني أكسيد الكربون وبخار المية، ودول بيطلعوا في التنفس. بالظبط، دول نواتج أساسية لعملية التنفس الخلوي اللي هي حرق الأكل عشان نطلع طاقة، ودول بيرجعوا على طول للغلاف الجوي مع الزفير. وفي فضلات تانية في كمان الفضلات اللي فيها عناصر غذائية مهمة زي الفضلات النيتروجينية، دي بتيجي أساساً من تكسير البروتينات زي اليوريا. زي اليوريا وحمض البوليك والأمونيا، ودي بتخرج مثلاً في البول أو الفضلات الصلبة وترجع تاني للتربة أو المية، يعني الغلاف الصخري والمائي. وهناك بقى بتتحلل. بالظبط، تيجي الكائنات المحللة جزء من الغلاف الحيوي برضو وتعيد تدوير العناصر دي عشان النباتات تقدر تستخدمها تاني. يعني حتى العمليات اللي جوانا زي التنفس والإخراج هي جزء من الدورات الكبيرة دي اللي بتربط الأغلفة ببعضها. اللي بيحصل جوه خلايانا بيأثر في الهواء والمية والتربة. هو ده بالظبط معنى رؤية العلوم المتكاملة. مستحيل نفهم أي نظام بيئي أو دورة طبيعية لو بصينا لعلم واحد بس. محتاجين كله مع بعض. دورة المية دي عايزة فيزياء، تبخر، تكثف، جاذبية، وكيمياء، خواص المية، ذوبان الأملاح، وأحياء، نتح، تنفس، إخراج، تحلل، وحتى جيولوجيا، علم الأرض، عشان نفهم حركة المياه الجوفية وتأثير شكل الأرض. كله بيتجمع عشان يدينا الصورة كاملة. فعلا، لما نراجع اللي استعرضناه من المصادر بنلاقي نفسنا بدأنا بالبيئة كمحيط كبير بيتفاعل، وبعدين النظام البيئي كوحدة أصغر ومحددة بتحصل فيها التفاعلات دي. وبعدين شفنا أغلافة الأرض الأربعة وإزاي هي متشابكة، وركزنا على طبيعة الغلاف المائي إنه سائل بس، وعلى ندرة المية العذبة المتاحة 1% بس. وبعدين تتبعنا رحلة المية في دورتها اللي مبتنتهيش واللي بتحركها عمليات فيزيائية وبيولوجية مع بعض. وشفنا إزاي عمليات ممكن تبان صغيرة زي النتح والإخراج هي في الحقيقة محركات أساسية في الدورة دي، وبتربط الكائنات الحية ببقية الأنظمة على الكوكب. كان لافت جدا إزاي العمليات البيولوجية دي اللي ممكن تبان على مستوى صغير ليها تأثيرات ضخمة على حركة المية والطاقة والمواد على مستوى الكوكب كله. وده بيأكد إن الحياة مش مجرد راكب سلبي على الكوكب ده، لأ، دي لاعب أساسي بيشارك في تشكيل البيئة والدورات اللي فيها. والترابط العميق ده والدورة المستمرة للمية دي بتخلينا نوصل لسؤال أخير كده بيمس حياتنا كلنا. اتفضل. بما إن المية اللي بنشربها دي النهاردة هي نفس المية اللي يمكن الديناصورات شربت منها زمان، واتبخرت من بحار قديمة ونزلت مطر من آلاف السنين في دورة مكفولة بقالها ملايين السنين. حقيقة مذهلة فعلاً. ولو حطينا في اعتبارنا إن الجزء اللي متاح لينا بسهولة المية العذبة السائلة ما بيعديش 1% من كل مية الأرض، يا ترى إيه المسؤولية اللي علينا كلنا عشان نحافظ على المورد الغالي قوي ده ونضمن إنه يفضل موجود ومستدام للأجيال اللي جاية؟ ده سؤال في الصميم فعلاً. فهمنا العلمي لكل الترابط ده ولكل ندرة الموارد دي مش هيكتمل غير لو ارتبط بوعي وإحساس بالمسؤولية. مسؤوليتنا إننا نحافظ عليها. يعني العلم لوحده مش كفاية. لا طبعاً،
ده بيربط العلم بالأخلاق وبالتخطيط للمستقبل، وده اللي المصادر بتلمح له لما بتركز على أهمية دراسة الأنظمة دي وفهمها كويس. الفهم ده لازم يترجم لفعل. تمام. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال بيقول: أي مما يلي لا يمثل نظاما بيئيا؟ أيوة، أنا فاكر تعريف النظام البيئي ده. النظام البيئي ده مش عارف، كان حتة أرض باين فيها كائنات حية ومكونات غير حية، وبيحدث بينهما علاقات متبادلة ومتشابكة. حصل. زي مين؟ زي الغابة باين، وزي الصحراء، وزي النهر، وزي البحر. الصحراء الكبرى نظام بيئي، غابات الأمازون نظام بيئي، البحيرات المالحة نظام بيئي، لكن الغلاف الجوي مش نظام بيئي. الغلاف الجوي والغلاف المائي هي حاجات أكبر من إننا نختزلها في كلمة نظام بيئي. النسبة بين الماء المتجمد 2 إلى الماء العذب 1. السائل على كوكب الأرض هو كام؟ هو 2 إلى 1، لأن احنا عارفين إن المية المالحة 97%، المية المتجمدة 2% اللي موجودة في قمم الجبال الجليدية وفي الأنهار الجليدية، والمية العذبة 1% بس، فالإجابة 2 إلى 1، الإجابة باء. 3، وصحصح معايا: ما المصدر المباشر للماء العذب على سطح الأرض؟ المصدر المباشر للمياه العذبة: المحيطات دي مالحة، البحار مالحة، البحيرات المالحة مالحة، سبحان الله. الأنهار، أيوة هي دي الإجابة الممكنة. ما حالات المادة التي يتواجد عليها الماء في أغلفة كوكب الأرض؟ المية ليها 3 حالات: صلبة وسائلة والغازية، والثلاثة موجودين على سطح الأرض. الحالة الغازية أو البخارية هي بخار المية اللي بينتج من التنفس والنتح زي ما احنا عارفين، والحالة السائلة موجودة في البحار والمحيطات والأنهار والمسطحات المائية وفي المياه الجوفية، والحالة الصلبة أيوة موجودة، اللي هي الغلاف الجليدي موجود في أغلفة كوكب الأرض المختلفة في 3 حالات: صلبة وسائلة وغازية. 5 بيقول لي: ما النسبة التي تمثلها البحار والمحيطات والبحيرات المالحة، يبقى هو بيتكلم عن النسبة المالحة يعني، من إجمالي النسبة الكلية اللي بتشغلها المية 97%. أي مما يلي يمثل أعلى مصدر للماء على سطح الأرض؟ أعلى مصدر للمية، أكتر مصدر فيه مية. البحيرات دي صغيرة قوي، والأنهار الجليدية صغيرة، والمياه الجوفية برضو مش كتير قوي زي المحيطات. نشرب مية. ليه بقى منشرش الحاجات دي في المونتاج؟ ليه؟ عشان نبقى الدنيا أحمدي بينا كده، الدنيا في الحلو منه يعني. لكن نفضل بقى نتعامل أكننا بنتعامل في التلفزيون. أنا قاعد معاك أهو صاحبي. أي الأشكال البيانية التالية يعبر عن نسبة الماء ونسبة اليابس على سطح الكرة الأرضية؟ أيوة، ثانية واحدة، أنا فاكر. نسبة المية دي اللي هي 70%، ونسبة اليابس اللي هي 30%. أنا فاكر الكلام ده. طيب المية تبقى كده؟ لأ. المية تبقى فوق 20؟ لأ، أنا عايز المية 70. المية هنا كده عند 100%، قرب 90%؟ لأ، المية 70% واليابس 30%. أيوة الإجابة ده الإجابة مظبوط. طبعا مش محتاج أقول إن إحنا هنتكلم مع بعض كتير في موضوع الرسومات البيانية دي. أكتر حاجة يعني إيه عملت لنا دوشة السنة اللي فاتت مع العيال بتاعت السنة اللي فاتت. أنا كنت هتجنن من الحاجات اللي هم ما يعرفوهاش. العيال بتوع السنة اللي فاتت ما كانوش يعرفوا يعني إيه محور السينات ومحور الصادات، ويعني إيه متغير ويعني إيه متغير تابع. أنت واخد بالك؟ أنت كمان مش عارف؟ هنعرف، ما إحنا مع بعض في خلقة بعض أهو سنة كاملة، نقعد في خلقة بعض سنة. 8. أي الأشكال البيانية التالية يمثل توزيع المياه بصورة تقريبية في الغلاف المائي لكوكب الأرض؟ ماشي يا سيدي. المياه المالحة والمياه العذبة. لا، ده المياه المالحة دي كتير قوي. المياه المالحة في 60% ولا فوق ال 50% بحاجة بسيطة. أقل من 50 لأ. 50% لأ. المياه المالحة 97%. أيوة يا باشا صح مظبوط. والمياه العذبة 1% مظبوط. الإجابة هي د. دورة المياه في الطبيعة. 9. النتح والتنفس. النتح ده اللي كان ايه ده، هو بيسأل على كده اصلا؟ كنت لسه اقول اهو. النتح هو اللي بيعمله النبات، والتنفس اللي بيعمله النبات والحيوان عادي، من العمليات الحيويه التي تساهم في الدوره الهيدرولوجيه. الدوره الهيدرولوجيه دي يا جماعه هي دوره الميه. اي البدائل في الجدول التالي يعبر عنهما بشكل صحيح؟ يحدث النتح في النبات بس. يا هنا يا هنا، دول غلط. والتنفس لا، في النبات والحيوان. ايوه يا باشا، الكائن الحي. مش النبات ده كائن حي ولا بتتصدم بدي كمان؟ النبات يا استاذ
بيتغذى وبيتنفس وبيتحرك وبيخرج وبيتكاثر وبيحس. كل الحاجات دي حاجات بتحصل عند كل الكائنات الحيه بما فيهم النباتات والحيوانات. يعني الاجابه هي الف. يعني التنفس بيحصل في النبات والحيوان عادي. اي العمليات التاليه قد تكون مصدرا. شوف ما حطش الالف بتاعت مصدرا. ليه بقى؟ لان تكون مصدرا دي خبر تكون. صح؟ قولوا كده صح، قولوا في الكومنتات صح ولا غلط. بسم الله بحرصني. 5 5 5. فاكر الكلام ده من ثانويه عامه. قد تكون مصدرا مباشرا للميه الجوفيه. مين اللي هيكون مصدر مباشر للميه الجوفيه؟ هل تبخر الماء؟ تبخر الماء بيكون ميه جوفيه؟ لا، تبخر الماء ده بيطلع الميه في شكل بخار ماء الغلاف الجوي. لا، ملوش علاقه. التنفس في الانسان، هل لما بنتنفس بننزل ميه جوفيه تحت الارض؟ يا ساتر يا رب. النتح في النبات برضو لا. تسرب الميه، ايوه. فاكر يا صاحبي في الحصه لما كنا بنقول ان الدنيا بتشتي، بعد كده تعمل برك كده وتليط كده قدام البيت، تلبخ قدام البيت كده، فشويه كده يومين ثلاثه الدنيا هتشتي ان شاء الله قريب اهو في الشتاء اهو. شويه كده والشتاء ده بعد ما بيعمل برك قدام البيت كده وبتاع، يعمل الطليطه اللي قدام البيت دي. انت منين؟ يعمل الطليطه اللي قدام البيت دي، بعد شويه تلاقي الارض شربت الميه فتكون ميه جوفيه. ده اللي قلناه في الحصه صح؟ فتسرب الميه هو اللي بيكون ميه جوفيه. تعرف دورة المية بالدورة الهيدرولوجية. كيف يعود الماء مباشرة من اليابسة للمحيطات؟ ثانية. المية تبقى على اليابس تروح المحيط ازاي؟ تروح بالتبخر؟ لا. بشكل مباشر لا. بشكل غير مباشر المية دي انا لو سبتها شوية ممكن جزء منها يتبخر، وبخار المية ده يرجع يسقط في شكل امطار في المحيط. صح؟ بس مش بشكل مباشر اهو. صح؟ بالجريان. ثانية واحدة. المية لو جريت على اليابس تروح المحيط؟ عارف زي مين؟ زي نهر النيل اللي بيفضل يجري على سطح الارض لحد ما بيروح يصب في البحر او في المحيط. ايوه، فالجريان هو الشكل اللي ممكن ترجع بيه الميه اللي عاده بتبقى ميه عذبه وتروح فين؟ وتروح للمحيط. 13. الشكل المقابل يوضح جزء من دوره الميه. ماشي. تساهم العمليه واحد. مين العمليه واحد دي؟ العمليه واحد ان الارض شربت الميه. واخد بالك؟ الارض شربت الميه ولا فتكون ميه جوفيه. تكوين الميه الجوفيه. ما الدور المباشر لعمليه النتح في الدوره الهيدرولوجيه؟ ثانيه واحده. عمليه النتح دي بتعمل ايه؟ عمليه النتح اللي كانت بتعملها اوراق النباتات الخضراء فتخرج بخار الميه للغلاف الجوي. هل بتسبب تسرب الماء خلال الصخور الرسوبيه؟ ممكن تجيب لي ميه يا محمود بعد اذنك. تسرب الميه خلال الصخور الرسوبيه. اشطحوت سيد جمال. تسرب الميه خلال الصخور الرسوبيه هو ده اللي بيكون نتح؟ هو ده اللي بيعمله النتح؟ لا طبعا، مش علاقه. النتح بيكثف بخار الميه؟ لا. او يكون سحب؟ لا طبعا. بيزود نسبه CO2 في الغلاف الجوي؟ هل النتح بيزود نسبه CO2 في الغلاف الجوي؟ لا. هو النتح ده ايه؟ فقد ميه بس، ولا فقد ميه وثاني اكسيد الكربون ميه بس. فالنتح يزود نسبه بخار الماء في الغلاف الجوي. مظبوط. 15. أي العبارات التالية لا تنطبق على دورة الماء في الطبيعة؟ مين في دول لا ينطبق على دورة الماء؟ وركز في الحاجات اللي زي كده لا ينطبق دي. هل دورة الماء تشمل حركة الماء خلال العديد من المسارات؟ ثانية واحدة. المية لما تيجي تتبخر في دورة المية ممكن تتبخر من مية البحر والمحيط، ممكن تتبخر من الكوباية ده اهي، صح؟ ممكن تتبخر خلال عملية النتح، ممكن تتبخر خلال عملية التنفس، بخار المية اللي بيخرج من جسم الإنسان خلال عملية التنفس. فواضح إن في كذا مسار لعملية التبخر. طب المية لما بتتكثف وتكون أمطار، السحب تنزل تكون أمطار، ممكن تكون أمطار، ممكن تكون إيه؟ ثلوج. ثانية واحدة، ما هو مسارين أهو. فواضح إن دورة المية فعلا لها كذا مسار مختلف. فالإجابة ألف إجابة ما تنفعش. ليه؟ لأنه قال لي لا يا ولا. ياض ركز يا واد في السؤال يا ولا. قال لي لا تنطبق على دورة المية. هل دي بتنطبق على دورة المية؟ حصل والله بتنطبق. الكائنات الحية لها دور في استمراريتها. الكائنات الحية بتعمل تنفس وبتعمل نتح فبتساهم في استمراريتها. تشكل نظام مغلق تقريبا. في ولد لذيذ قوي. نسيت اجيب اسمه للاسف من الكومنتات بتاعت الفيديو اللي فات. لقيت ولد كاتب في كومنتات الفيديو اللي فات بيقول مستر هو ليه بيقول على دورة المية نظام مغلق تقريبا؟ ليه تقريبا؟ هو يعني ايه نظام مغلق اصلا؟ نظام مغلق يعني دورة المية اللي بتحصل في الطبيعة دي
بتحصل يا استاذ جوه كوكب الارض، الميه لا بتخرج بره الكوكب ولا بتدخل تاني. حتى انا كنت بكلمك في الفيديو لو انت فاكر على الميه اللي كوبايه الميه اللي بشربها اللي ممكن كانت تبقى في معده ديناصور من 70 مليون سنه. فالميه جوه الكوكب ما بتخرجش، صح؟ فهي جوه نظام محبوسه جوه نظام مغلق تقريبا، صح؟ ليه تقريبا بقى؟ ليه مش محبوسه تماما؟ لان انا قلت له ساعه ما هو سالني السؤال ده رديت عليه قلت له تعرف ان في نيازك ومذنبات بتدخل لكوكب الارض وبتدخل الغلاف الجوي لكوكب الارض بتحتوي على نسبه عاليه جدا من الجليد. والله النيازك اللي بتخبط في الارض دي اللي هي الحاجات اللي بتبقى في السماء اللي بتنور دي اللي بتقوم خابطه في الارض، الصخور الكبيره اللي بتقوم خابطه في الارض دي، النيازك والمذنبات والشهب ساعات بتكون بتحتوي على جليد، والجليد ده ممكن هي خلاص موجوده في الفضاء اهي بره كوكب الارض، ممكن الميه دي تقوم داخله لداخل الكوكب وتدخل جوه دوره الميه، بالتالي النظام مش مغلق تماما، لا في حاجات ممكن تدخل له بس يعني بنسبه ضئيله جدا لا تذكر يعني. 16 بيقول لي ما العمليه التي تحدث لناتج عمليه النتح؟ مين ناتج عمليه النتح؟ وده النتح ده بيخرج ايه؟ بيخرج بخار ميه خلال الدوره الهيدرولوجيه. هل البخار بقى ده واخد لي بالك؟ هل البخار ده اهو بيحصل له تبخر؟ انت عبيط يا اسطى، البخار الماء يحصل له تبخر يا اسطى؟ اكيد لا يا اسطى. التسرب، الهطول، ولا التكثف؟ لا، بخار الماء يحصل له تكثف عشان يكون سحب وامطار. تتواجد الصغور فين؟ في الأجزاء الهوائية من النباتات الخضراء زي مين؟ زي الأوراق وزي السيقان. في أوراق لكن مفيش سيقان. 18 ما العملية الحيوية التي تقوم بها الحيوانات وتساهم من خلالها في دورة المياه في الطبيعة؟ هل الحيوانات بتعمل نتح؟ لأ. هل بتعمل تمثيل ضوئي؟ احنا بنعمل بناء ضوئي. بتعمل بناء ضوئي في بيتكم؟ لا. النمو ماشي، احنا بننمو فعلا، بس هل ده بيساهم في دوره الميه؟ لا. التنفس ايوه طبعا، لان التنفس بينتج منه بخار الميه اللي بيساهم في دوره الميه في الطبيعه. ما العمليه المعاكسه لعمليه التكثف؟ ثانيه واحده، كوندنسيشن، تكثف. التكثف ده يا شباب هو تحول الميه من الحاله البخاريه للحاله السائله. اي والله العظيم هو ده التكثف. تكثف معناه ان البخار بتاع الميه يتكثف على سطح بسبب ان السطح ده بيكون اقل منه في درجه الحراره. فالتكثف هو تحول الميه من بخار لسائل. مين العكس؟ العكس لما السائل يتحول لبخار. سائل يتحول لبخار، دي عمليه اسمها عمليه التبخر. راحت فين؟ التبخر في مسطحات المياه. الاجابه بقى 20 اي العمليات التاليه لا ينتج. لا ايه يا اخويا؟ ايه الضمه دي؟ انا ما بحبش غلطات الاملاء. لا ينتج عنه زياده في نسبه بخار الماء في الغلاف الجوي. مين ما بيزودش بخار الميه في الغلاف الجوي؟ هل النتح في النبات؟ النتح ما بيزودش بخار الميه، بيزوده والله. التنفس بيزود نسبه البخار، تبخر الميه بيزود نسبه البخار، منطقيه يعني. انما تسرب الميه في الصخور الرسوبيه ما بيساهمش في كده. اي العمليات التاليه لا يعد من الفضلات النيتروجينيه؟ ما هواش فضله نيتروجينيه من اللي بتتخلص منها الكلى. فاكر الكليتين؟ شفت الحصه اللي فاتت للاخر ولا بتيجي في نص الفيديو تخرج وترجع تقول مش عارف احل؟ الامونيا واليوريا وحمض البوليك هم دول يا استاذ اللي يعتبروا فضلات نيتروجينيه تتخلص منها الكليه، لكن غاز النيتروجين لا يعتبر من هذه الفضلات. كلما زاد عدد الاوراق بتاعه النباتات، الورق زاد، معدل النتح اللي يحصل له؟ الورق لما يبقى كتير ده بيؤدي لان معدل النتح يزداد، لان عدد الصغور هيزداد. ما لما الورق يبقى كتير يبقى الصغور اللي عند النبات كتير، بالتالي النبات يعمل نتح اكتر. اي العوامل التاليه لا يؤثر في عمليه النتح؟ ما بيأثرش في عمليه النتح. عدد اوراق النبات لسه قايلين فوق انها بتأثر، بتزوده. عدد الازهار والثمار. الازهار والثمار مالها؟ ايه الازهار والثمار دي؟ لا مالهاش علاقه. الازهار والثمار لو زادت ده هيأثر على عمليه النتح؟ لا، هي دي اللي هختارها غالبا. رطوبه التربه، كل ما التربه كانت رطبه كل ما النبات امتص ميه اكتر منها فعمل نتح اكتر. لا هتأثر على عمليه النتح. درجه حراره الجو، كل ما درجه حراره الجو عليت كل ما النبات عمل نتح، لان احنا اتفقنا ان النتح من ضمن فوائده ان هو بيعمل ريجوليشن لدرجه حراره جسم النبات. فدول صح، انما الاجابه بقى هي الاجابه اللي هو عايزها. في أي من الأوقات التالية يزداد معدل النتح خلال اليوم؟
يزداد معدل النتح خلال اليوم. فين؟ في الصباح الباكر. الكلام ده مش موجود في الكتاب، بس يعني ايه، هي حاجه استنتاجيه برضو، انت اكيد قابلتها وانت رايح المدرسه الصبح. تشوف القطرات الندى الجميله اللي بتقابلك في الصباح الباكر دي، بتنتج من عمليه نتح النبات. الاسئله المتنوعه بقى ومشكلتي معاها، انا دايما مشكلتي مع الاسئله المتنوعه يا شباب ان اللي موجود منها في كتاب الامتحان، رغم ان كتاب الامتحان يعني من الكتب المفضله يعني في السوق، لكن الاسئله المتنوعه بتاعته ملهاش اي علاقه بالاسئله المتنوعه بتاعت اخر السنه. اخر السنه ما بيجيبش مصطلح علمي، ما بيجيبش علل، ما بيجيبش ماذا يحدث، ما بيجيبش قارن، ما بيجيبش الكلام ده خالص. امال بيجيب ايه؟ بيجيب سؤال يعني هنتدرب عليه لوحده. الامتحان كله بتاع اخر السنه لو انت ما انتش عارف، كله ام سي كيو، كله اختياري زي ده كده، كله اختياري، وفي سؤالين تحت مقالي ليهم تدريب لوحدهم. فانا مش عايز اضيع فيهم وقت دلوقتي، بما ان كده كده مش دي شكل الاسئله بتاعت امتحان اخر السنه، فمش هنضيع فيها وقت، وهي كده كده اسئله معتمده على انك مذاكر وحافظ يعني. نيجي بقى لحاجه كتاب الامتحان بقى ايه زودها السنه دي، اسئله تقيس مستويات التفكير العليا. تعال نشوف متفوقين بقى ولا ايه؟ ها، متفوقين بقى، ركزوا معايا بقى. شكل ازاي امامك توضح بعض عمليات دوره الماء في الطبيعه. ماشي يا سيدي. اي العمليات التاليه تسبق حدوث عمليه التكثف. تسبق حدوث عمليه التكثف يعني بتحصل اول، بعد كده التكثف بيحصل بعدها. تسبق التكثف التبخر، التبخر يحصل، بعد كده يحصل التكثف ويكون السحب. مش عارف متفوقين ايه اللي متفوقين بقوا متخلفين عقليا ولا ايه؟ اي العمليات التاليه لا تحدث بتاثير الجاذبيه الارضيه. لا تحدث بتاثير الجاذبيه الارضيه. تعال نشوف. سقوط الامطار بيحدث بفعل الجاذبيه، الميه بتقع لتحت. الميه لما وقعت على الجبل ونزلت كونت البحيره العذبه، هي وقعت برضو بفعل الجاذبيه. لما الميه جريت في باطن الارض وراحت برضو كبت هناك، فهي برضو بتتحرك مع الجاذبيه. الحاجه الوحيده اللي بتتحرك عكس الجاذبيه اصلا عمليه التبخر يا جماعه. عمليه التبخر، بخار الميه اللي طالع في طبقات الجو العليا ده طالع عكس الجاذبيه اصلا، فهو لا يحدث بتاثير الجاذبيه. يعني الاجابه واحد. واسئله تقيس مستويات التفكير العليا ومجاب عنها تصعيد غير مبرر للامور. ليه تصعيد الامور ده؟ مجاب عنها تفصيليا ده اهي. سبحان الله. ان شاء الله باذن الله لقائنا المره اللي جايه هيكون على يوتيوب برضو. ننزل لكم ان شاء الله المحاضره الجايه على يوتيوب. هنزل لكم المحاضره الثانيه وبدايه الدرس الثاني في العلوم المتكامله. مش كل دروس العلوم المتكامله بالتفاهه دي، مش كل اسئله العلوم المتكامله بالتفاهه دي، اوعى تتغر يعني. علشان ايه؟ انت انا عارفك انت ما ذاكرتش حاجه وحضرت المحاضره بس مع المدرس الزنان اللي بيفضل يعيد ويزيد ده اهو، فانت عرفت تحل عادي. انا عارف بس مش كل مره يا صاحبي هتسلم الجره. لازم نذاكر، لازم نعمل اللي علينا ونسيب بقى على ربنا. ان شاء الله باذن الله المره اللي جايه هتبقى غالبا المحاضره يوم الاحد اللي جاي، هنقول او هنشرح فيها الدرس الجديد، درس الخواص الكيميائيه الميه. درس تقيل جدا، اتمنى تكون مذاكر الدرس ده كويس قوي 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 قبل ما تحضر المحاضره اللي جايه. اشوفك على خير يا بطل الابطال، والسلام عليكم.